مستمرين في تغطيتنا لمهرجان فرحة عيد محافظة راس تنورة. يقف بجانبي الآن شاعر راس تنورة محمد العشلان. بداية نقول لك كل عام وانت بخير، الله يعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل خير. اليوم نقول مش فرحة راس تنورة، فرحة وطن، العيد عيدين. الله يحييك، والله يسعد مساك وكل عام وانت طيب. والله يسعد مساء الراس تنورة وايامهم يا عساها افراح واعيادي. الحقيقة أهل راس تنورة يستاهلون كل علم طيب وكل خير، والحقيقة أني سعيد الليلة بهذا المنظر وهذا الاحتفال بمناسبة اليوم العيد الوطني. الله يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بكل خير. ولأول مرة تنطلق فعاليات الألعاب النارية في راس تنورة. أشكر سمو سيدي الأمير سعود بن نايف على متابعته لمحافظات المنطقة وجهوده الملموسة نحو شعبه ومواطنينه. كما أشكر محافظة راس تنورة الأستاذ محمد أبو دي، وأشكر لجنة المناسبات زملائي في لجنة المناسبات على جهودهم الواضحة للجميع. كما يفوتني أن أشكر وأقول أخص بالشكر شبكة راس تنورة الذي معانا في كل مناسبة وفي كل حفل، والحقيقة أنكم تستاهلون الدعم وتستاهلون الشكر، وكلمة شكرا والله قليلة في حقكم. اي والله. طول عمرك شاعر راس تنورة، اليوم سمعنا فرحة عيد، نبغى نسمع شيء راس تنورة. والله أنا قلت الله يسعد مساء راس تنورة وأيامهم يا عساها أفراح وعيادي. إن شاء الله في الأيام الجاية تسمعون الكثير والكثير في راس تنورة. انشغالي في لجنة المناسبات أبعدني عن الشعر شوي، ولكن المناسبات القادمة إن شاء الله جاية. والله يسعد مساكم، كل عام وأنتم طيبين، وشكرا لك وشكرا للطاقم لشبكة راس تنورة. وأشكر وأخص بالشكر لجنة مناسبات راس تنورة على رأسهم الأخ الأستاذ صالح القحطاني، وكل الشكر لمحافظنا الحبيب الذي بذل كل جهده في خدمة راس تنورة وأهلها. شكرا للجميع. نقول لك نشكرك ويعطيك العافية.